طبق سيرفيس كده وتقدميها مع حاجة تانية، طبق جانبي بيبقى جميل جدا. هنحطها ندهن وشها بالكاتشب، وبعدين هتدخليها تحت الشواية تاخد اللون التحفة اللي هوريهولك دوت. مش هتاخد كتير تحت الشواية طبعا، ومجرد ما تحمر بصوا اللون عامل ازاي والشكل عامل ازاي اهو، ولا فكت ولا اي حاجة. الشكل النهائي يستاهل التعب. يعني انتوا تعبتوا شوية في اللف معايا، بس يستاهل التعب. اهو عملت جنبيها سمبوسة منزلها لكم في فيديو قبل كده، وده بتنجان مخلل، وده بقية الرز اللي سويناه. بالهنا والشفا. اللي تعجبها الوصفة وتجربها تدعيلي دعوة حلوة، وما تنسوش الشير واللايك وتعملوا سبسكرايب وتكتبولي في التعليق ايه رأيكم، وعايزين مني ايه، في ايه انا مقصرة فيه تقولولي عليه. ويا رب كده